هلا حبايبي، شلونكم؟ عيني شلون صحة الأحوال؟ إن شاء الله كله بخير تمام العافية. اليوم راح أبين لكم تجربتي ويا الفرن العربي. راح أسوي اليوم بخبز عراقي، وهذا الخبز راح يكون بحشوات مختلفة. طبعا هنا أنا بهذا الفيديو حبيت أبين لكم كيفية استخدام هذا الفرن، وشنو المساوئ وشنو العيوب اللي موجودة بهذا الفرن، وشنو الشغلات اللي تتحذروها أثناء من تستخدمون هذا النوعية من الأفران. طبعا أنا شفته بالإنستغرام، كان يعني مسوين بيه هم خبز ومناقيش وشغلات يعني معجنات، فحبيت أجرب هذا الفرن. وبس كانت أول شي تجربة بالبداية، يعني لقيت بها بعض الصعوبة، فحبيت أبين لكم بعض الملاحظات اللي تفيدكم إذا اشتريتوا هاي النوعية من الأفران. بالبداية طبعا أخذت هنا كيلو واحد من الطحين، وضفت له 4 أكواب من المي، وراح أضيف له نصف كوب من الزيت وملعقة كبيرة من الملح. طبعا بداية عجنة، بعد ما عجنة تقريبا فد 10 دقائق، راح بعد ذلك أتركه 15 دقيقة وأضيف له قليل من المي. مرة ثانية أرد العجين. ها طبعا الطريقة الصحيحة للعجن، إنه أول مرة تعجنوه وبعدين مرة ثانية تردون، يعني يسموه الرد بالعجن. من تنطون هاي الخطوة الثانية والمرحلة الثانية بالعجن، راح ينطيكم طبعا عجين ويعطيكم خبز كلش زين. هسه بعد ما عجنته مرة ثانية، بعد ما ارتاح 15 دقيقة وعجنته، راح اتركه مدة ساعتين او ساعة ونصف. كل ما يعني كان مرتاح اكثر العجين، كل ما كان نتيجة افضل. هسه هنا راح ابين لكم حبايبي عدة حشوات انا مسويتها، وانتو حسب المتوفر عندكم ممكن يعني تسوون الحشوة اللي تحبوها. هنا أنا عندي كفتة، طبعا هاي جاهزة. حبيت يعني طعمها كلش طيب، كأنما طعم كباب شوي، فقطعها بهذا الشكل، وأضيف لها بصل أثرم لها، وأضيف لها سماق. كلش طيب بنات هاي الحشوة، إذا تحبون تجربوها. هاي كفتة طبعا تركية، بس كلش يعني طعمها طيب. هنا أنا عندي حشوة ثانية هم يعني كلش طيبة، إذا تحبون تسووها، وبنفس الوقت يعني سهلة وما راح تكلفكم هواية. أخذ هنا أنا معجون الفلفل الأحمر، تقريبا أخذ خاشوقة وحدة، وأضيف لها معجون طماطة، يعني أضيف لها خاشوقة وحدة، وأضيف لها زيت الزيتون زين عيني، وأضيف لها الفلفل الأخضر أثرمه كلش ناعم، وبعدين أضيفها ويا الخلطة، وأخليها قليل ملح، وأضيف لها قليل من المي، شي قليل يعني مو هواي مي. وهنا أنا عندي أرغانة، إذا ما عندكم أرغانة ماكو مشكلة، بس هي إضافتها ينطيها بعد نكهة أكثر طيبة. طبعا بنات إذا تحبون تجربون هاي الخلطة أو هاي الحشوة كلش طيبة، يعني أنا جربتها ويعني شوفها يعني أطيب من باقي الحشوات. هي طبعا والجبن هم حيل طيب، والكفتة هم جدا طيبة كانت. أنا عندي جبن شيدر، قطعته مربعات، وأضفت له جبنة الموزاريلا، وأضيف له هنا المعدنوس المجفف اليابس. إذا عندكم معدنوس عادي يعني طازج هم يصير، أو نعناع هم يصير. هنا أنا هاي بالوسط كان صفار بيض وسمسم وحبة السوداء، بس هاي ما حبيتها هالقد، ما أنصحكم تسوون مال البيض. إذا تجون تسوون سووا هذه مال الصلصة المعجون، معجون فلفل كلش طيب، وهذا والجبن هم طيبة. هذني طيبات، حتى ذيك الكفتة طيبة، بس مالت البيض لا تسووها. ليش تسوى خطية؟ فذيك أنصحكم بيها. المهم هنا صارت عندي 21 قطعة بعد ما قطعتهم وخليتهم يرتاحون 10 دقائق. بعد ذلك راح أشوفكم هسه هذا الفرن هذا اللي اشتريته. طبعا هذا صناعته تركية، بس ما بي يعني ذيك التقنية العالية يعني. أنا ما حبيته هالقد، شغله يعني شوية مو مريح كان كلش، يعني ما حبيته، ما أعرف. أول شيء الحماوة مالته كلش يعني عالية، بحيث ولدان الباب عندي كلش صار مشكلة بالباب، خاصة من أثناء ما حمل الفرن الباب يعني ما ينسد بسهولة، كلش ضوجني. وكلش خفيف، يعني من أخلي كأنه ما حيطير. ما أعرف شو بيه. المهم فراح أقول لكم بعض العيوب. هسه راح أشوف قدامكم شلون من أخبز، وشوف العيوب مالته شنو. طبعا احنا كل معتاد من نريد نخبز بالفرن، يعني الفرن الكهربائي او فرن الطباخ اللي موجود عندنا،
نحميه قبل ربع ساعة. فأني على هالأساس سويت حميته قبل 10 دقائق. بس ما أعرف يعني إنه هذا الفرن ما يحتاج إنه يسخن قبل 10 دقائق، لأنه حرارته جدا عالية. يعني الهيترات الموجودة بيه صار مباشرة بالسقف مالته، عرفتوا؟ فمن أخلي الخبزة رأسا باعوا شلون احترقت، لأنه الهيتر مباشرة على شو اسمه، على السقف مالت الفرن هذا. فما كنت أعرف بيه إنه لازم ما يحمى. فأنتوا إذا تبون تجربوا بنات، إذا تبون تجربوا لازم ما تحموا، يعني رأسا مباشرة تشغلوا ورأسا تخبزون بيه. فإذا ردتوا يعني تشتغلون بيه لازم يعني ما تسخنوا قبل 5 دقائق أو 10 دقائق، مباشرة رأسا بس تشغلون يعني الفرن رأسا تخبزون. حتى
لا ما ويلي بعد حار. لا تقدرين تنطيني شوية مجال؟ ليش شكو؟ أقلي هاي؟ بس لا. شلون مش عاجل؟ لا حبيبي. شنو هذا؟ هذا اشتريته بس مزعج، ما بيه تقنية عالية. وين اشتريت شيء قديم؟ محل التركي. اشتريت جديد؟ اي والله جديد بس هسه استخدمته صار هيك كلش سريع بس ما بيه تقنية. باب مالته ما ادري شلون ما تنسى قوة تنفتح. كلش سريع. اشتريته من هذا التركي. مزعج الباب مالته ما بيه تقنية يعني متطورة. بابا بعد قوة ينسد. ب40 من عنده. 40 هيك. ولهنا حبايبي وصلت لنهاية الفيديو. إن شاء الله استفادتوا من هاي الملاحظات اللي قدمتها لكم. ومثل ما بينت لكم حبايبي إنه إذا حبيتوا تاخذوا من هذا النوع من الأفران، إذا تخبزون بالبداية أبدا يعني لتسخنوا قبل وقت. يختلف عن الأفران اللي نستخدمها عندنا بالطباخات أو الأفران العادية الكهربائية. هذا ما يحتاج يعني تسخنوا مباشرة أول ما تعلقون يعني رأسا تستخدموه حتى على مود ما يحترق عندكم الخبز مثل ما صار عندي بالبداية. فإن شاء الله هذا الفيديو نال رضاكم وإعجابكم. أرجو منكم حبايبي أن ما تنسون دعم القناة باللايك والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين. فعلى زر الجرس حتى أي فيديو جديد أنزله يوصلكم. بنهاية الفيديو حبايبي نستودعكم الله في أمان الله. باي باي.